بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة في لندن، وبنشوف راجل عجوز اسمه سامي واقف قدام مدرسة مستني بنته فاطمة تخرج. وأول ما بيشوفها خارجة مع شاب زميلها بيبان عليه الضيق، لكنه بيحاول يخفي ده عنها. وهي راكبة معاه في العربية بتفرح وبتوريله فستان التخرج اللي عجبها، وبتطلب منه ياخدها على محل الملابس بسرعة قبل ما يقفل. سامي بيتحرك بالعربية، وفي الطريق بيسألها عن الشاب اللي كان معاها، وبتقوله اسمه كريم وعضو في فريق الكورة، وهيقابلها يوم حفلة راس السنة. سامي بيقلق لما يعرف إنه مأجر عربية مخصوص علشان يخرجها، لكن فاطمة بتطمنه وبتقوله إن العربية مأجراها بالسواق كمان. يوصلوا المحل وفاطمة بتنزل بسرعة وتطلب منه يستناها في العربية، وأول ما بتنزل بتخبط في شاب نازل من على موتوسيكل وبيقع منه المفتاح. بعد لحظات قليلة بتظهر عربية تانية فجأة وتخبط عربية سامي وتنفجر قنبلة ضخمة. الانفجار بيدمر المكان كله، وسامي بيتصاب إصابات جامدة في وشه، لكن الألم الحقيقي بيكون في قلبه. بيجري ناحية المحل ودموعه مغرقاه علشان يطمن على بنته، لكنه بيلاقي الكارثة، فاطمة بتكون ماتت. بعدها بنروح على جريدة كبيرة في لندن، وبتشوف مجموعة صحفيين شغالين، ومن ضمنهم صحفي اسمه آدم. بيجيله اتصال من رقم غريب، واللي بيرد عليه بيقوله إنهم مجموعة إرهابية اسمها الجناح المسلح للجيش الجمهوري الحقيقي، وبيعلنوا مسؤوليتهم عن التفجير اللي حصل. بيقولوا له كمان إن القنبلة كانت مستهدفة بنك بريطاني جنب المحل، وإن اسم العملية هو العنقاء، وبيهددوا إنهم هيكملوا استهداف كل البنوك البريطانية اللي بتدعم احتلال أيرلندا الشمالية. آدم بيجري يبلغ رئيس التحرير، واللي بيتصدم وبيقوله إن كده معاهدة السلام بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية ممكن تنهار. الخبر بينتشر بسرعة، والشرطة تبدأ تبحث في هوية الجماعة الإرهابية، وهل فعلاً تابعين للجيش الجمهوري ولا تنظيمات تانية زي داعش أو القاعدة. في نفس الوقت الضابط برهان من مكافحة الإرهاب بيبدأ يراجع تسجيلات الكاميرات، وبيكتشف إن الشخص اللي كان راكب الموتوسيكل في موقع الانفجار هو نفس اللي وقع منه المفتاح قبل الانفجار بثواني، هو المسؤول عن الانفجار، والموتوسيكل نفسه طلع مسروق. بيروح برهان يقابل سامي في مطعمه علشان يعزيه، وبيقول له إنهم لقوا شنطة بنته بين الجثث. سامي بيسأله بحرقة مين اللي عمل كده، لكنه برهان بيقول له إنهم لسه ما وصلوش لأي دليل. سامي بيقول له إن فاطمة كانت كل حياته، خصوصاً بعد ما مراته ماتت وهي بتولدها، وبناته التانيين ماتوا في حادثة قبل كده، ويعني هو بقى وحيد في الدنيا. بعدها الشرطة بتفشل إنها توصل لأي خيط لمدة أسابيع، لكن سامي ما بيستسلمش أبدا. بيبدأ يبحث بنفسه على الإنترنت، وبيشوف لقاء لراجل سياسي كبير في أيرلندا الشمالية اسمه نبيل، وشغال مساعد رئيس الوزراء، وكان زمان قائد في الجيش الأيرلندي الجمهوري وشارك في عمليات كتير. بيتكلم وبيقول إنه بيدعم السلام، واللي عملوا التفجير ده إرهابيين ولازم يتحاسبوا. سامي بيحس إنه بيحاول يخبي حاجة وإنه متورط في التفجيرات، فبيتصل سامي بمكتبه وبيطلب يكلمه، لكنه نبيل بيرد عليه باستهتار وبيقول له إنه ما يعرفش حاجة عن الإرهابيين. سامي بيرد بهدوء هتفتكرني قريب يا نبيل. اليوم اللي بعده سامي بيصنع قنبلة صغيرة بنفسه وبيزرعها في حمام وزارة نبيل كتحذير. بعد دقايق القنبلة بتنفجر وبتعمل دوشة كبيرة، بس من غير ما تقتل حد. الشرطة بتفتكر إنها تسريب غاز، لكن نبيل بيشك إن سامي هو اللي وراه، وبيحاول يجمع معلومات عن سامي، وبيقوله المساعد بتاعه إنه كان جندي سابق وعنده خبرة في حروب كتير. بيأمر نبيل رجاله يفتشوا كل الفنادق وبيوت الاستضافة في المنطقة، لكن سامي في الوقت ده بيكون سافر أيرلندا الشمالية وقاعد هناك في بيت بسيط. بيبدأ يراقب نبيل من بعيد، وبيجهز فخاخ وقنابل جديدة حوالين المزرعة اللي نبيل مستخبي فيها. بالليل سامي بيهجم على رجالة نبيل واحد ورا التاني، بيصطادهم بفخاخ محبوكة صنعها بنفسه، وبيقتل منهم عدد كبير. نبيل بيخاف وبيقول لمراته مروة تسيب المزرعة وتروح تعيش في لندن. وفي الوقت ده بيرجع شادي ابن أخته اللي كان جندي سابق علشان يساعده، لكن الحقيقة إن شادي على علاقة سرية بمروة وبيكره خاله من سنين. في نفس الوقت الصحفية مها اللي هي عشيقة نبيل بتظهر، وبنعرف إنها جزء من نفس الجماعة الإرهابية اللي فجرت لندن، وهي اللي بتساعدهم في زرع القنابل والتواصل مع الإعلام. الشرطة بتكتشف من تحليل الكاميرات إن الشخص اللي نفذ الانفجار إيده فيها حروق،
وبتقدر توصله باسم باسل، وهو خبير متفجرات شغال مع مها وعلي قائد المجموعة. نبيل بيكتشف إن علي هو الراس المدبرة وبيقتله بنفسه علشان يقطع أي دليل يربطه بالموضوع. وفي الوقت ده سامي بيقتحم الشقة اللي فيها بقية أفراد الخلايا الإرهابية، بيتنكر في زي عامل غاز وبيخدع صاحبة العمارة علشان تفتح له الباب. أول ما بيدخل بيقفل الباب وبيبدأ قتال شرس، بيضرب الإرهابيين واحد ورا التاني وبيخلص عليهم كلهم ما عدا مها اللي بتتصاب بس ما بتموتش. الشرطة بتوصل بعد دقايق وبتلاقي مها بين الحياة والموت، ولما بيضغطوا عليها بتعترف إن القنبلة الجاية مزروعة في اللابتوب بتاع الصحفي آدم، وإن الهدف طيارة رايحة روما فيها وفد من الحكومة البريطانية. الشرطة بتتحرك فوراً للمطار وبيمسكوا اللابتوب ويفجروه في مكان فاضي قبل ما الطيارة تطير بثواني وبيمنعوا كارثة. في الآخر بيرجع سامي لبلده وبيفاجئ نبيل في بيته وبيوري له صورة بتثبت تورطه مع الجماعة الإرهابية، وبيقول له بهدوء: أنا مش هقتلك بس هخليك تعيش والناس كلها تعرف حقيقتك. وبيبعت الصورة لكل وسائل الإعلام والفضيحة بتنتشر في كل الدنيا. سامي بعدها بيرجع مطعمه وبتجري عليه مساعدته بالعياط والفرحة إنه رجع، وبتسأله كان مختفي فين، فبيعرفها إنه كان بيجيب حق بنته. والشرطة بتعرف إنه راجع، لكن المحقق برهان بيقول لزمايله: سيبوه، الراجل ده خلص القضية أحسن مننا كلنا. وبكده بتنتهي أحداث فيلمنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد أول بأول، واستنونا في الملخص الجاي.